السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده زي ما انتم شايفين كده احنا فين؟ احنا في مشتل اولاد نصار. هقول لكم كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. انا قررت ان انا ازين بلكونتي واجملها واخليها كده ايه، حاجة كده تفتح النفس في البيت. يلا بينا نشوف دلوقتي، هقلب لكم الكاميرا. دلوقتي بقى هندخل ونشوف ازاي هنخلي بلكونتنا حلوة. اي حد كده جنبه مشتل قريب ولا حاجة في وسط بقى الخضرة الحلوة دي، ندخل بقى ونشوف كده ايه اللي موجود هنا وايه هنحطه في البلكونة، وايه النباتات اللي بتبقى ايه تنفع تعيش للبلكونات، يعني من غير ما تصفر ولا تدبل ولا اي حاجة. يلا بينا ونشوف بقى ايه صاحب المشتل هيقول لنا ايه. بصوا بقى كده، انا دلوقتي رايحه. انا كنت طالبه منه ريحان وروزماري، علشان طبعا المطبخ انتوا عارفين ان انا بحب الروزماري في الاكل يعني. فطبعا هو دلوقتي هيزرعهم وهوريكم دلوقتي وهو بيزرعهم. وكمان اي حد عنده سؤال يكتبه في الكومنتات تحت، وانا ان شاء الله هجاوبه على كل الاسئله. يلا بينا كده بقى. معانا الاستاذ حماده، هو يعرف بقى نفسه. السلام عليكم. حماده محمد نصار، مصمم حدائق وفني بساتين وصاحب مشتل جاردن هاوس للتنميه الزراعيه الشامله. بزرع دلوقتي روزميري عشان زراعه البلكونه والمطبخ. نبات عطري وفي نفس الوقت مفيد جدا للصحه العامه، وبيتاكل وبنحط على السلطات وعلى الاسماك المشويات واللحوم. على اللحوم وفي نفس الوقت كمان لو انغلى وانشرب في منتهى الجمال كمان جدا، بيعالج الزهايمر وكمان ده الروزماري. الروزماري. طب هو احنا له كده اسامي، له روزماري واكليل الجبل وحصل بان. احنا بقى بنشتريه من عند العطار مجفف، لما نلاقيه بقى قدامنا كده فريش ويبقى قدام عينينا، دي حاجه حلوه جدا. هيبقى افضل حتى لو احنا اشتريناه من اي مشتل. بصوا هو كده دلوقتي بيعمل لي الزرع اللي انا هحطه في البلكونه عندي. هو الصح ان انا اجيب حاجه في كيس، اشيل الكيس البلاستيك كله وازرعه. طريقه الزراعه تبقى القصيص مخرم من تحت كده عشان يصفي كميه الميه الزياده، عشان ما ينفعش تكون مكتومه. تمام. طب ما هو هيغرق الدنيا عندنا كده. لازم يكون طبق تحت منه عشان يصفي كميه الميه الزياده فيه. ولازم التربه تكون مخلطه رمل على تراب. شايفين التربه بتاعته عامله ازاي؟ التربه مخلطه رمل على تراب عشان تبقى التربه خفيفه، لان القصيص البلاستيك بيعمل عمليه كتمه للتربه السمراء، مكتومه تبقى مقلقسه، يبقى العود ما ينفعش يصم. تمام. يبقى شكله ايه. طب والروزماري ده يعيش قد ايه بقى؟ يعيش في القصيص ده مقاس 25، يعيش من سنه ل3 سنين. من مع سنة عمليه الاخذ منه من فوق، عمليه قطر، يعني اخد منه كده عن طريق المقص واقص عشان استخدمه. بستنى 15 يوم او ل 20 يوم عشان اخد منه تاني، عشان اقرط منه عشان يطلع لي على طول صيف الشتاء والصيف اكتر. تمام ماشي. دلوقتي بقى انا عايزه اعرف هنعتني بيه ازاي عشان يعيش معانا لونه اخضر كده ويبقى فريش على طول معانا على طول. اول حاجه هو الزراعه جايه اورجانيك من غير اي اسمده، عشان ما تعملش مرض في البطن وكلام من ده، ولا اي نوع من الاسمده. هو بره هتغذيه عن طريق حاجات طبيعيه من مخلفات البيت اللي بتطلع عند حضرتك، زي قشر البيض مثلا وقشر البطاطس. والله احطه فين بقى؟ في قلب التربه نفسها على الزراعه، يعمل اسمها سماد نباتي عشان يبقى يعني من اصل الطبيعه للطبيعه. وكمان ما تحطيش اسمده بلديه او بلدي ولا اي نوع كيماوي من بتاع الارض الزراعيه العاديه. حط ميه مع حتتين فحم مع قشر بيض كالسيوم. تمام. والفحم يديله كربون اللي هو الحديد. شايفين المعلومات دي؟ احفظوها كويس عشان دي اللي بتحافظ على النباتات. بتحافظ على النباتات، وفي نفس الوقت لازم يكون متعرض للهواء المنطلق، الهواء السايب، ما هوش ظل كاتم ولا شمس عموديه قوي. يعني ممكن يحط في بلكونه مطبخ، على شباك او على روف. لو زراعه الاسطح مثلا ممكن تحط منه كذا واحده وتاخد منه، وينفع منه الاكسار بالعقله لو مش عاوز تشتري تاني. لو حافظت على اصل النبات ممكن تاخده منه عقله في شهر 12، تعملها بميل ارتفاعها 10 سم وترشقي 3 عيدان مع بعضهم، يبقى عندك 3 شهور عود زي انت بتشتريه بالظبط تاني. يعني بنعيد تدويره تاني يعني قصدك؟ تعيد تدويره تاني، اللي هو انت تعمله عمليه خلفه منه او ولده منه يعني. تمام. بحيث ان انت ما تحافظ على ده بالنسبه للروزماري بس ولا للزراعه كلها؟ هو بالنسبه للنباتات الشمسيه كلها. هتسقي مثلا كل من يومين ل3 ايام على حسب التربه ما تكون ناشفه عند حضرتك، هتسقي بيها. كده بالنسبه للطريقه ده كده شكل العود خلص اهوت. ده كده خلص. طب تكلفته بقى كام بقى عشان برضو المتابعين اللي هيسالوني نبقى عارفين ده تكلفته كام كده؟ تكلفته بالقصيص بتاعه بالتربه بتاعته بالزراعه، زراعه مصنفه اورجانيك من غير ده عشان الاكل. لكن لو انا هاخده منظر زينه او من غير اكل وكلام من ده، زراعه عاديه.
ده بيكلف كده 25 جنيه. 25 جنيه سعره جميل جدا. شايفين سعره القصيص بتاعه بالتلات عداد اللي محطوطين في قلبه، الشتاء والصيف. المميزات منه كمان اللي هو شتاء وصيف اخضر، ما هوش شتوي او صيفي بس. تمام. المحافظه عليه ان انا باخد كل يوم ميه من فوق عشان احافظ على الترابه بتاعته والتراب بتاعه ده ما يبقاش مستمر عليه، وما احطش بواقي اكل ولا الاطفال الصغيره تحط بواقي شيبسي وكاراتيه وكلام من ده، ما ينفعش ينحط في ايه تمام فيه حاجه. تمام. برضو بقى ده بص، ده الروزماري خلاص خلص. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ الريحان، صح كده؟ طيب الريحان ده بقى برضو بيتعامل نفس معامله نفس معامله الروزماري برضو. ده ريحان اسمه ريحان سعودي. شايفين الريحان ده اللي انا ان شاء الله هعمل بيه وصفات عندي في المطبخ، فشوفوه بقى كويس اهو عشان ونحط على الشاي وعلى الاكل برضو وعلى السلطات وعلى المكرونات وكده. مش هنشتري تاني من بره اي حاجه من عند العطار ولا مجففه. الحاجه قدامنا اهو فريش خالص. لا وانا بحب يعني بحب الحاجه دي قدامي كده فريش، يعني اخد منها كده فريش واقطف. برضو المعلومه للعميل او الناس اللي تشتري مننا او يعرفوا معانا الشغل، الزراعه ما بتشربش ميه عليها اي نوع من الاسمده. دي زراعه اورجانيك من غير اي سماد، ميه مفلتره، ميه جايه من الطرمبه على بعد 35 متر من تحت الارض. طب وبالنسبه للبيت بقى احنا نسقي بقى من فلتر ولا من ميه من الحنفيه؟ ميه عاديه خالص. ماشي، انا عندي فلتر وعندي ميه حنفيه. ميه عاديه خالص يا فندم، من الحنفيه. من الحنفيه. من الحنفيه عاديه. تمام. ولو عاوزه تغذي اي نوع نبات تغذيه بالطبيعه، عندك قشر البصل وقشر الثوم وقشر الكوسه وقشر تحت الباذنجان، نشفيه وجففيه في ظل خالص، وبعدين اطحنيه يبقى زي البودره، وبعدين تزودي منه يبقى اسماد بقى طبيعي. اسماد طبيعي، ده اسمده نباتيه عاديه خالص. ده النباتات والزهور والحاجات دي موضوع تاني خالص. ده ملك تاني خالص. طبعا اكيد. ده العود بعد ما خلص. بصوا ما شاء الله. سعره كام برضو ده؟ 25 برضو. بصوا يا جماعه، شايفين سعره 25 جنيه. جملي بلكونتك بقى وحطي النباتات الجميله دي فيها الفريش، وشمي بقى ادخلي البلكونه زي ما انا قلت لكم قبل كده، مش للبصل والثوم. البلكونه يا حبايبي للحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. الجانب العيني له حق عليا، والجانب النفسي اللي انا بقعد في البلكونه لو انا طبعا قعدت جنب الزرع وباخد ميه، يبقى انا عندي الجانب العيني والجانب النفسي شيء جميل. وازاي اعلم اطفالي ازاي ان انا استخدم كل حاجه تطلع من عندي من المطبخ اللي انا ازرع فيها. انا ممكن ازرع الحاجات دي كمان في حاجه اسمها بلكونه الجيوب، بعمل قماش كده واعمله زي مناطيل الجنس، اقطع مناطيل الجنس من تحت لو هو قديم او اقوى من العروض مش عاوزه، هي بقت موضه دلوقتي. لو انا بقى عندي حاجه قديمه ممكن على بعد 20 سم اعمل جيب كده من البلكونه واعمل رف كده صغير في البلكونه، واخد اسقط فيه شويه رمل على شويه كمبوتس على شويه تراب، وبعدين اسقط فيه مثلا نعناع صبار. لا ده موضوع تاني خالص. بقول لك انت يعني ما شاء الله دماغك. ست البيت ممكن تستخدم كل حاجه، وممكن ازازه الميه المعدنيه كمان ممكن ازرع فيها. تمام. حتى شطه الشطه وشطه الخيار انا هوريهم عندي بقى في البيت. انا زارعه برضو بطاطا وزارعه حاجات تانية عندي في البيت، هوريهم ان شاء الله برضو. هي الشجره دي بقى اسمها ايه؟ شكلها برضو جميل. دي اسمها اولوكاسيا. اولوكاسيا نبات ورقي، يجيب زهراء بيضه كده اما العود بيكبر شويه زي القرطاس بالظبط، لكن هو من مميزاته ان الورقه بتموت ورقه تطلع، تستنى على طول على 3 ورقات 4 ورقات على حسب حجم التربه اللي هو متربي فيها. كده. طيب برضو الشجره دي جميله قوي برضو، لفتت انتباهي. تيويه مذهبه. تيويه مذهبه. شايفين دي جميله ازاي؟ مشابهه للثرو الليموني. دي شجره اسمها تيويه مذهبه، منها اشجار مختلفه الانواع، في منها مشابه لها بالظبط حاجه اسمها الثرو الليموني والثرو الايطالي. دي بتتحط في البلكونه. ممكن تتحط في البلكونه، ممكن في الاسطح، وبعدين هي الصح ان تتحط في حديقه عامه. يعني مش بتاعه شقق ولا الحاجات دي جوه. بتاعه شقق، ده خارجي نبات شمس. نبات شمس. نبات شمس. طيب ده اسمها لانتانيا مداده. اسمها ايه؟ لانتانا مداده. دي جميله قوي برضه. لانتانا مداده. ده نبات مزهر بدون ريحه، متهدلات، يعني ممكن ينحط في حوض طويل مطول كده، ينحط على حرف البلكونه يبقى مهدل تحت. وشتاء وصيف اخضر. ده برضو سعره ايه بقى ده؟ ده بالحوض بتاعه، يعني سعر العود نفسه 10 جنيه، لكن لو على حسب الكميه اللي انا هزرعها. الحوض ده بياخد قد ايه مثلا؟ بياخد 4 عيدان. تمام. يعني مثلا تعملها 40 جنيه ولا حاجه. الحوض ب 60 يبقى ب 100 مثلا كده. تمام. بس شكلها برضه شايفين الشكل. ممكن يحط في قصيص مدور برضه وينقص ويتهدل في القصيص ممكن يعمله 30 جنيه برضه. تمام. ده برضه نبات ايه؟ نبات عطري. ده اسمه عطر، نبات له ريحه، بيجيب زهراء بنفسجي، شتاء وصيف اخضر، من نباتات الزحفه برضه او المتهدلات والقايمه في نفس الوقت، ما بيعلاش عن 30 40 سم في القصيص، بيشتغل بنفس كده، وريحته شتاء وصيف خضراء، وينفع في اي بلكونه في اي مدخل. بس ده نبات عطري.
عطري شتاء وصيف اخضر زي ما هو، بيدي ريحه في منتهى الجمال. هو ريحته باينه اصلا اهو. ريحته باينه جدا لما تمسك كده كمان الشجره وتشوفيها. ده برضو زراعه في البلكونات عادي. البلكونات عادي. انا ببص برضو للحاجه اللي تتزرع جوه البلكونه الناس تستفاد بيها يعني. يهمني اكتر في الشقه جوه البلكونات والشقق. الاستفاده هيبقى جانب عيني هنا وريحه. هي ريحتها جميله جدا على فكره يا جماعه. ريحتها حلوه قوي. ده اسمه عطر شتاء وصيف اخضر، من النباتات المستمره الخضره صيف وشتاء. دي اهم حاجه كمان، لان في بعض النباتات بتسقط ورقها في الشتاء او بتسقط ورقها في الصيف. في نباتات كده كتير اللي هي الحوليات الشتويه والحوليات الصيفيه، مش مستمره الخضره شتاء والصيف. فده نبات يعني ده نبات زينه. نبات زينه، لكن ما مش زينه عطري. تمام، مش مستخدمينه يعني في المطبخ ولا في الحاجات دي. نباتات زينه عطريه. اللي يستخدم في المطبخ في حاجه بشوفها الناحيه. شوفوا بقى لو النبات ده دخلته بقى البلكونه كده، شميته بس ريحه البلكونه. لا جميل جدا. النفسيه هيريحك، والجانب العيني والجانب النفسي في نفس الوقت يعني. بصوا بقى ده ريحان اهو، احنا ماشيين كده بسرعه، شايفين الريحان شكله عامل ازاي؟ كل ده ريحان. ده يا جماعه زعتر شامي بنحط على الاكل، نبات عطري ومستمر الخضر صيف وشتاء، وحاجه جميله جدا يعني ما شاء الله. يبقى كده عندنا هيبقى عندنا حاجه كويسه في المطبخ او في البلكونه او في الشقه، اللي انا استخدمها مع الشاوي ومع الاكل وكلام من ده وكده يعني. بيتحط في التتبيلات يعني. بيتحط في التتبيلات، وكان ممكن يتجفف ويتنشف برضه. بس انا اعرف ان الزعتر بيبقى شكله طويل كده. انواع يا فندم. في سبله الغله اللي هو رفيع قوي جدا، الزعتر البلدي، وفي حاجه اسمها البعطرانه بيقولوا عليها زعتر برضه زي ورقه الشبت بالظبط. ده بالنسبه اكتر حاجه ريحتها نفاذه فيهم ايه؟ الزعتر انهي واحد يعني؟ ده يا فندم. ده شايفين عامل ازاي؟ بعد منه الريحان. بعد منه الريحان اللي انا ده الريحان ده عضو كبير في الارض، تاخد منه طرطفه الورقه كده وتزرعها او تاخدها تعملها، ما تجيبش بذره. اطمئنان نفسي. الزراعه دي كلها عايزه اقول لكم الريحه هنا يا جماعه تجنن. واللي عاوز يشرفنا برضو عن طريق الاستاذه يشرفنا في اي وقت ان شاء الله يعني. انا دلوقتي هقول لحضرتك تقولي بقى العنوان والمكان واسم المشتل، واحنا ان شاء الله بنشوف الحاجه بقى بتاعتنا ان شاء الله رب العالمين. يعني يا ريت المكان تشرفونا فيه اي وقت يعني، اي حد محتاج اي حاجه ان شاء الله. ده مشتل حماده نصار 100 خيان، محافظة المنوفية، مركز شبين الكوم. مركز شبين الكوم. تمام. رقم التليفون 0100 5869 041. وانا هسيب لكم برضو رقم التليفون والعنوان في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف ان شاء الله. وحد برضو عاوز من زوح، انا فكره يا جماعه، انا كمان بفضل الله من متحدين الاعاقه او الذكاءات الخاصه، وده برنامج شغال لاي حد عاوز يتعلم مهنه البساتين او التنسيق او الزهور او كلام من ده. بفضل الله انا عندي خلفيه عنها جامده جدا. مولود في قلب مشتل طبيعي بالوراثه ابا عن جدا، اكتر من 35 سنه بشتغل بايديا، ولحد عاوز يتعلم المهنه ديت يتفضل عندي في المشتل. ده حضرتك مشكور جدا يعني. كمان اهو اللي عايز يتعلم هيتعلم برضو مجانا، هو هيديله تمام. بس اللي يجي لك من عند قناه مطبخ قسوم برضو ليه اكراميه ثانيه ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. ماشي يا جماعه، اوريكم برضو الحاجه اللي جبناها في الاخر. خلاص كده احنا كده هنمشي، فهعرفكم بسرعه ايه اللي انا خدناه. احنا خدنا قصيص مليان نباتات ورقيه بس، شوفريرا جولد واكاليفيا حمراء ودرانتا نانا صفراء. ده كوكتيل كده. كوكتيل نباتات ورقيه بس، ومزهر في نفس الوقت زهرايه صفراء خفيفه قوي، والشوفريرا نباتات ورقيه. ده ياسمين بلدي. ماشي. بنجيب زهرايه بيضاء. ده ريحان سعودي شتاء وصيف اخضر بتاع الاكل. وده الروزميري، وده نبات عطري بس ما بيتاكلش، منظر جمالي. وجيب زهرايه بنفسجي. ده حاجه اسمها زعتر للاعشاب الطبيه مثل الريحان والروزميري بالظبط، زي نباتات متكرره بقى، يبقى العطر والريحان والروزميري. طبعا انا واخده الكميه دي كلها مش ليا يا جماعه عشان بس ما تقولوش انها ليا، يعني دي بتاعتي انا واخويا يعني. فهنروح بقى ان شاء الله واحطها في البيت، وهعمل لكم فيديو تاني في البلكونه اوريكم بقى جمال البلكونه وازاي ان انا جملتها وخليتها جميل. اشوفكم بقى في ان شاء الله في فيديو تاني، واسيبكم في رعايه الله وحفظه. واسيب لكم بقى الرقم التليفون استاذ حماده والمكان في صندوق الوصف. يلا سلام عليكم.